يا ذيب يا ذي من الداير عويت، ويش يخرجك وانت من خلف اللواء؟ قد كنت يا ذيب تفعل ما اشتهيت، واليوم انا وانت في المحوى سوا. السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من سلسلة حلقات عن التراث الشعبي لمديرية جبن. في هذه الحلقة نستعرض واحدة من أجمل القصائد الجبنية التي ذاع صيتها في أرجاء اليمن، قصيدة يا الله يا من على العرش اعتليت، والتي نسبت خطأ للكردعي وللقطيبي وللسلطان بن هرهرة ولغيرهم، بينما هي في الحقيقة من إبداع الشيخ الشاعر أبو بكر ناصر عبد الرب الدرحاني رحمه الله، وقد كتبها قبل حوالي 150 عاما في خمسينات القرن التاسع عشر. تروى قصته كما نقلها حفيده الشيخ ناجي الهاجري رحمه الله في حديث له مع الأستاذ صالح الجبني، أنه أحب فتاة من مدينته حبا عفيفا صادقا، غير أن القدر حال دون اجتماعهما، إذ رفض أهلها تزويجه بها لأنه كان متزوجا، فزوجوها بغيره سريعا. ظل الشيخ أبو بكر يحمل ذلك الحب في قلبه لا يبوح به، فكتب قصيدته الشهيرة، وهي قصيدة غزلية عميقة نظمها في محبوبته، لكن الحياة والعرف آنذاك جعلاه يخفي اسمها الحقيقي، فجعل من الذيب رمزا للحبيب، ومن عوائه صدى لوجعه وحنينه. المقطع الأول يقول فيه: يا الله يا من على العرش اعتليت، يا عالما كل ما عبدك نوى، خالق ومن بعد ما تخلق كفيت، مسلم وكافر ورازقهم سوا. قال ابن ناصر في أبياتي حكيت، الدهر غلاب ما هو شي سوا. يا ذيب يا ذي من الداير عويت، ويش خرجك وانت من خلف اللواء؟ قد كنت يا ذيب تفعل ما اشتهيت، واليوم انا وانت في المحوى سوا. يفتتح الشاعر قصيدته بحمد الله وتمجيده في مطلع تقليدي يليق بالشعراء القدماء، ثم يلتفت بخطابه إلى الذئب الذي جعله رمزا للحبيب المكبوت، يخاطبه كمن يخاطب نفسه، متسائلا عن سبب ظهوره من خلف التلال، وكأنما الذئب انعكاس لحنينه القديم. في المقطع الثاني يقول: مغلوب يا ذيب لو تدري بكيت، عندك دوال وعندي لك دواء، لا فذت الشمس يا ذيب انطويت، كنت جاوع فما لك من قوى. يا ذيب يا ذي من الداير عويت، قد كنت عندي من أرحم من عوى، شوقي لبنت السميطي لو غزيت، إذا كنت يا ذيب جنبي في الغواء. هنا ينكشف الحنين أكثر، إذ يجعل من الذئب شريكه في الوجع، يبثه شكواه من قسوة الفراق، ويعترف أن ما بينهما دواء مشترك في استعارة تظهر وحدة المشاعر بين الإنسان والطبيعة. ثم يصرح لأول مرة باسم الحبيبة بنت السميطين، كأنه لم يعد يحتمل الصمت. في المقطع الثالث يقول: يا ذيب عالك بتذكر أو نسيت، إن كان ذاكر زمن ذاك الهوى، واليوم أنا وياك نفعل ما بغيت، نقضي ونمضي ونفعلها سوا، لو كنت تدري بما لا قد نويت، ما صرت هايم ولا ذقت النوى، لو كنت صادق في القول يوم حكيت، ما يرضي القلب والخاطر سوا. يتحول الحوار هنا إلى عتاب صادق بين عاشق وحبيب غائب، لكن الذئب يبقى الواجهة الرمزية. يستعيد الشاعر ذكريات الهوى القديم، ويعاتب الذئب أو الحبيب على النسيان والجفاء. في المقطع الرابع والأخير يقول: لو كنت يا ذيب مثلي ما هويت، البيض والسمر ما هنجي سوا، تعبت يا ذيب وكم فيها سعيت، لا عدل عندك ولا قسمة سواء، من يوم جا الحب ما ساعة سليت، والحب في قلبي بناره قد كوى، لو كنت عارف أمانة ما جريت، ولا تكدر فؤادي بالنوى، عشقت بيض الغواني لا سقيت، وآثار عشق الغواني بالضوى، ضامي مكاني ولا يوم ارتويت، ولا روي يوم ثاني لا ارتوى، وذكر النبي عد ما طافوا ببيت، أو كل من حاج إلى مكة نوى. يبلغ الشاعر ذروة البوح في هذا الختام، حيث يعترف بأن الحب أتعبه وأضناه، وأنه لم يذق الراحة منذ أن سكنه العشق، ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها تطهير للقلب من وجع الدنيا، وخاتمة روحانية لمشاعر بشرية صادقة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من التراث الشعبي لمديرية جبن، حيث أبحرنا مع الشاعر الشيخ أبو بكر ناصر عبد الرب الدرحاني في عالم من الشوق والعفاف، عالم جمع فيه بين حرارة العاطفة وجلال الكلمة ونقاء الروح. رحم الله الشاعر، ودام التراث شاهدا على أصالته وعمق وجدانه،
نلتقي بكم في الحلقة القادمة من التراث الشعبي لمدينة جبن مع عمل جديد من ذاكرة الأرض والإنسان. دمتم في أمان الله.